السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنحل مع بعض اختبر نفسك على الدرس الأول، محمد صلى الله عليه وسلم، المولد والنشأة، صفحة 101 في كتاب الأضواء. احنا كنا حلينا الجزء الأول من حل التدريبات، ده الجزء الثاني. اللي لسه ما شافش الجزء الأول هتلاقيه عندك في الوصف تحت أسفل الفيديو. أولا لو أنت لسه جديد معانا وأول مرة تشوفنا، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. كمان ما تنساش تعاملنا باللايك وتشارك الفيديو مع اصحابك لكي نستمر. احنا كنا حلينا الاربع مستويات وكنا واقفين عند مستوى القمه. هنحل مستوى القمه ويختبر نفسك. السؤال الاول، اختر الاجابه الصحيحه من بين الف وب وج ودال. واحد، ارتبطت تسميه العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بحدث. الرسول ولد في عام الفيل. طيب العام ده سمي بعام الفيل ليه؟ لان ابراهيم الحبشي حاول هدم الكعبه بجيش من الفيله. طب الجيش ده طبعا عسكري، يبقى ارتبطت تسمية العام اللي هو عام الفيل الذي ولد فيه الرسول بحدث عسكري، ان ابراهيم الحبشي كان جايب جيش عشان يهدم الكعبة ليصرف الناس عن زيارتها واتجهوا الى كنيسته التي بناها بارض اليمن. 2، خروج الرسول صلى الله عليه وسلم في صغره ليعمل برعي الاغنام دليل على تحمله المسؤولية، يبقى دليل على تحمله المسؤولية. 3، من الأحداث التي أثرت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأكسبته معرفة التعامل مع الأشخاص على حسب طبيعتهم، خروجه للعمل بالتجارة، يبقى عمله في التجارة ديت من الأحداث اللي أثرت في حياة الرسول وأكسبته معرفة التعامل مع الأشخاص. ما بيشتغل بالتجارة يعني أتعامل مع الأشخاص. 4، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام بجوار الأغنام أثناء رعيها. أي من الصفات التالية تدل عليه العبارة السابقة؟ الرسول كان بينام جنب الأغنام. طب العبارة دي بتدل على الصبر ولا الرحمة ولا الشجاعة ولا التواضع؟ طبعا بتدل على التواضع علشان هو بينام جنب الأغنام أثناء رعيها. السؤال الثاني، ما مدى مصداقية العبارة التالية؟ هناك علاقة وطيدة بين الطبيعة الجغرافية في شبه الجزيرة العربية والصفات التي اكتسبها النبي صلى الله عليه وسلم. هقول له نتيجة الطبيعة الجغرافية في شبه الجزيرة العربية التي فرضت على المنطقة سيادة حرفة الراعي، تعلم الرسول صفات من هذه الحرفة وهي الصبر والتواضع والشجاعة والرحمة والعطف. يبقى العلاقة بين الطبيعة الجغرافية والصفات اللي اكتسبها النبي إن الطبيعة الجغرافية في شبه الجزيرة العربية فرضت على المنطقة العمل بحرفة الراعي. يبقى العمل بحرفة الراعي نتيجة الطبيعة الجغرافية أكسبت النبي صفات عديدة منها الصبر والتواضع والعطف والشجاعة والرحمة. يبقى العمل بحرفة الراعي نتيجة الطبيعة الجغرافية في شبه الجزيرة العربية أكسبت النبي صفات عديدة مثل التواضع والرحمة والعطف والشجاعة والصبر. السؤال الثالث، حدد الدروس المستفادة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت عمه. من الدروس المستفادة تحمل المسؤولية ومساعدة الآخرين، إن الرسول طلع يشتغل برعي الأغنام لكي لا يكون عبئا على عمه، يبقى تحمل المسؤولية. يبقى أول درس هو تحمل المسؤولية ومساعدة الآخرين، وطلع يشتغل وهو في بيت عمه علشان يساعد عمه، يبقى مساعدة الآخرين. السؤال الرابع، أعد كتابة العبارة الآتية بعد تصويب ما تحته خط. دفن والد الرسول صلى الله عليه وسلم بإحدى المدن التي تقع شرق مكة. الرسول اندفن في يثرب، ويثرب دي كانت في شمال مكة. يبقى دفن والد الرسول صلى الله عليه وسلم بإحدى المدن التي تقع شمال مكة اللي هي يثرب. هنحل بقى مع بعض الاختبار. السؤال الأول، ألف صاب ما تحته خط. 1، أنجبت السيدة خديجة من الرسول صلى الله عليه وسلم ولدين هما القاسم وأبو بكر، القاسم وعبد الله. 2، كفل أبو طالب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه. كفل عبد المطلب جد الرسول بعد وفاة أمه، يبقى كفل عبد المطلب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه. 3، خرج ميسرة غلام السيدة حليمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم للتجارة في الشام.
خرج ميسرة غلام السيدة خديجة، يبقى السيدة خديجة. 4 حاول مسيلمة الكذاب هدم الكعبة في عام الفيل، حاول إبرهة الحبشي، يبقى حاول إبرهة الحبشي هدم الكعبة في عام الفيل. 5 توفيت والدة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في عمر 10 وهو في عمر 6. يبقى والدة الرسول توفيت وهي في 6 من عمره. بما النتائج المترتبة على عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بحرفة الراعي. لما اشتغل الرسول بحرفة الراعي أكسبته عدة صفات. أكسبت الرسول عدة صفات مثل الرحمة والعطف والصبر والتواضع والشجاعة. يبقى أكسبت حرفة الراعي الرسول عدة صفات مثل الرحمة والعطف والصبر والتواضع والشجاعة. السؤال الثاني: ألف، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. 1. يمتد نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. يمتد نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. 2. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يساعد الأغنام إذا مرضت أو أصيبت بسوء، يدل هذا على العطف، يبقى العطف بالحيوان. 3. مكث الرسول صلى الله عليه وسلم عند السيدة حليمة سنوات، 4 سنوات. 4. توفي والد الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء عودته من رحلته لبلاد الشام. 5. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. ب. بما تفسر كان من عادات العرب إرسال أبنائهم إلى البادية. أقول له لأن العيش في البادية يكسبهم فصاحة اللسان وقوة البنيان ورجاحة العقل. لأن العيش في البادية يكسبهم فصاحة اللسان وقوة البنيان ورجاحة العقل. يبقى لأن العيش في البادية يكسبهم فصاحة اللسان وقوة البنيان ورجاحة العقل. تاني، لأن العيش في البادية يكسبهم فصاحة اللسان وقوة البنيان ورجاحة العقل. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حل اختبر نفسك على الدرس الأول، وأشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم خبير في مادة الدراسات الاجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.